حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يلا بقى كده شدي حيلك وتشمري انت وهي وقومي اعملي الكحك. عملنا البسكويت وخلصنا منه، 1 2 3 خلاص خلصناه. نعمل بقى الكحك. والكحك يا جماعة مفيش اسهل منه، حاجة سهلة وبسيطة جدا جدا جدا. معايا هنا كده 2 كيلو من الدقيق. عايزه اقول لكم بقى ان الكحك يا جماعه مفيش اسهل ولا ابسط منه. بس قبل اي حاجه كده وقبل ما نسمي الله، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب لو اول مره بتتابعوني. وحبايبي اللي متابعيني يا ريت ما ننساش نحط اللايك. 2 كيلو دقيق كده وبسم الله، ويلا نشوف هنعمل مع بعض ايه. انا طبعا الدقيق بتاعي جايباه دقيق خاص بالكحك والبسكوت، علشان خاطر طبعا زي ما قلنا كده علشان طبعا الحاجة بتاعتنا ما تبصي واحنا مكلفينها ويعني ومظبطين الدنيا كده. طبعا يا جماعة الدقيق بيتحط عليه سمسم. سمسم اساس الكحك. انا بحب السمسم بزيادة شوية، فبحط على ال2 كيلو 4 معالق 8 معالق من السمسم. الكيلو بياخد 4 معالق. انا كده بحب السمسم يعني يبقى طعمه باين في الكحكاية بتاعتي. فكيلو خد معايا 4 معالق، انا معايا هنا 2 كيلو هياخدوا مني 8 معالق. حطيت عليهم ذرة ملح صغيرة. ونيجي بقى لمعلقة الاكل اللي احنا بناكل بيها يا جماعة، نحط معلقة من ريحة الكحك او معلقة من المحلب. او مش عايزة ريحة كحك او مش عايزة محلب، ممكن تحطي مع 2 باكت فانيليا. وحطيت عليهم كمان كيس من الخميرة الفورية ومعلقة صغيرة من بتاعة الشاي بيكنج باودر. بس خلاص خلصت معايا مقادير الكحك على كده. هقول لكم بقى مقادير الكيلو. كيلو الكحك يا جماعة ياخد معايا 4 معالق سمسم، نص باكت خميرة فورية، وهياخد معايا نص معلقة بيكنج باودر صغيرة، ونص معلقة من ريحة الكحك او المحلب. لو مش عايزاها هنستكفي بباكت من النشا. كده طبعا حطينا المكونات الجافة بتاعتنا واديناها كده تقليبة عشان اتأكد ان كله دخل في وسط بعضه. نيجي بقى للسمنة يا جماعة. عايزة الكحك بتاعك يبقى مظبوط على الشعرة، الكيلو قصاده نص كيلو سمنة. يعني عايزاه يبقى مظبوط كده، ولا ناعم ولا مثلا ناشف شوية، الكيلو يتحط قدامه نص كيلو سمنة. عايزاه يبقى زيادة شوية، الكيلو يتحط قدامه 650 جرام سمنة، اللي هو مثلا نص كيلو وحوالي مقدار ربع كوباية. تمام كده اتفقنا على مقدار السمنة. السمنة يا جماعة كيلو الدقيق ياخد معانا نص كيلو سمنة. هقول لكم بقى على حاجة كمان، الكحك ما بيتعملش بالزبدة، لازما سمنة، والسمنة بتاعتنا تكون مقدوحة كويس. عايزة تقدحي السمنة بتاعتك وتحطي معاها السمسم يتحمصوا الاتنين مع بعض، مفيش مشكلة. بس انا السمنة هنا عندي كنت مسيحاها، فيا دوب كده اكتفيت بس ان انا فكيتها على النار، وهتشوفوا هشتغل بيها على طول. مقدار السوائل بتاعتنا يا جماعة، احنا مش هننزل بالسوائل مرة واحدة. انا عندي هنا ربع كوباية مية، كملت الكوباية بعديها لبن، حط عليهم معلقتين سكر بودرة. طبعا السوائل تنزل بالتدريج لحد ما تلمي العجينة بتاعتك وتشوفي هتحتاج معاكي تاني ولا لا. بس نسمي الله كده ونشوف. هنبدأ نحط الدقيق بتاعنا. هنا كده انا البرطمان بتاعي دوت كان مقداره نص كيلو، فانا عشان عايزة الكحك بتاعي ناعم كده شوية فمليت البرطمان على الاخر. شايفين هنا كده حطيت اول كمية او اول برطمان لمقدار الكيلو الواحد، وما كانش يعني مكفي معايا، فاخدت حتة سمنة كده وهسيحها تاني عشان اكمل البرطمان وانزل بباقي المقدار بتاعي. اهم حاجة يا جماعة في الكحك البس، يعني كل ما تبسي الكحك كويس كل ما يطلع معاكي ناعم ودايب وجميل. قبل ما تحطي المية او اللبن. هنا كده كملت البرطمان بتاعي بالسمنة وحطيتها. شايفين بقى الجمال. طبعا يا جماعه السمنه بتاعتي هي مش غامقه ولا حاجه، انا عاملاه بزبده بقري، ريحته كانت جايبه اخر الدنيا. بصوا طبعا انا بحبه ان هو ياخد لون زياده كده معايا شويه. طبعا بقى ولونه هو اصلا بيبقى غامق عشان الزبده البقري زي ما انتوا عارفين بتبقى صفرة. فصراحه كان الكحك بصوا ريحته وطعمه اللهم بارك حلو جدا جدا. يلا بقى سمي الله كده وشمري، وابدأي بسيلي الكحك ما بين راحة ايديك الاتنين. خدي كده حبة وبسي بسي بسي. شايفين البس سهل ازاي؟ بس عايزين حيل شوية بقى. زمان اللهم بارك يعني لما كانت ستي عايشة كنا بنعمل بال10 كيلو ونفضل نبس ونعجن ومش عارفة ايه وننقش، لكن دلوقتي البصامة وعدة الكحك والحاجات دي سهلت علينا الدنيا.
بصوا بقى، انا هنا الدقيق بتاعي حسيت ان هو مشربش السوائل بتاعتي كويس، يعني السوائل بصوا اللي هي ايه لسه ناطره منه، مش متشبعه بيه كده، فكان عايز كمان دقيق تاني. فطبعا انا كان عندي الدقيق اللي هو ايه بتاع البيتي فور، فجبته كده وخدت منه مقدار معلقه صغيره. بصوا فتحت الكيس كده وحطيت مقدار معلقه صغيره، وهبدا اللي انا الم بيها العجينه بتاعتي لمت وبقت زي العسل كده، وبقت زي اللبانه في ايدي. شايفين انا لميت العجينه اهوت، وابدا بقى ايه ابسها بستين تلاتة كده، واقلب بقى الميه في اللبن في السكر عشان خاطر الم العجينه بالميه معايا. شايفين اتلمت معايا اهي وبقت حلوه ازاي. عايزاكم بقى تقولوا لي كده، اتشجعتوا وعملتوا حاجه العيد ولا لسه؟ انا بالنسبه لي خلاص نواعم العيد خلصتها، ناقص لي بس البيتي فور كده، حاجات بسيطه فيه وهنزله لكم ان شاء الله. واللي عطلني ان المضرب كان باظ ساعه البسكوت، فهعمله يعني خلاص هفنشه كده ونزله لكم تشوفوه، ونبدا بقى في تنظيف الشقه يا جماعه وفي الروتين بتاعنا احنا. المهم خلصنا بس الكحك كده، نبدا بقى ننزل عليه بالميه. الميه يا حبيبتي ما تنزليش بيها مره واحده، واللبن يعني بس اللبن عامه بينشفه، فاحنا نبدا يعني حطي ميه على لبن كده عشان الكحك بتاعك يبقى ناعم وجميل. عايزه الكحك يبقى ناعم وجميل حطي لبن وميه. عارفين الاعلان بتاع اللي هو ايه كلي خضار عشان يبقى شعرك ناعم وجميل؟ احنا عايزين الكحك يبقى ناعم وجميل نحط لبن على ميه، ما نحطش الكميه كلها لبن. وفي الوقت دوت كده يا جماعه هنفكنا بقى من البس ومن العجن ومش عارفه ايه، هو يا دوب بس احنا عايزين السوائل بتاعتنا تدخل في قلب العجينه. هتلاقي بقى العجينه بدات تتمسك معاكي كده، وهتبداي اللي انتي تطريها من الميه. طب يا رحمه هنعرف منين العجينه بتاعتنا بقت كويسه؟ لما تعمليها كرة كده ما بين راحة ايديكي، وتيجي تنزلي يعني تنغزي فيها صباعك كده او تنزلي فيها صباعك ما تشققش معاكي. لقيتيها شققت معاكي تبقى العجينة كده محتاجة لسه سوائل تانية. بصوا انا هنا خدت مني الكوباية ديت وخدت مني مقدار كوباية مية. بصوا لسه هي بتشقق، فهنزل بباقي الكوبايه. انا زي ما بقول لكم اخدت مني العجينه بتاعتي مقدار كوبايه اللبن على الميه اللي انا حطيتها، ومقدار كوبايه ميه كمان. الميه يعني المره التانية انا زودت فيها ميه ما زودتش لبن، كنت بزود ميه بالتدريج لحد ما العجينه بتاعتي تتلم معايا. تبدا العجينه تفرول معاكي مفيش اي مشكله. انتي لما هتلميها بالميه ويعني وتدخليها كده الميه فيها هتلاقي العجينه اتلمت معاكي وبقت زي الفل. شايفين؟ يا لهوي يا جماعه بقى لو كنتوا شامين. انا في واحده جارتي بعتالي على الواتس بتقولي هو انتي اللي كنتي قلبه ريحه العماره؟ قلت لها اه انا اللي كنت قلبه ريحه العماره. بصوا بقى انا العجينه بتاعتي اتلمت كده وكورتها بين ايديا، وبصوا لما حطيت فيها ايدي خلاص مش شققتش معايا، يبقى كده العجين بتاعي زي الفل. طبعا لازم نعمل كام واحدة كده ونجرب ايه الفرن بتاعنا وندخلهم الفرن كده نشوف هيشق هيسيح هيجراله حاجة مش هيجراله حاجة، المهم بس نشوف احنا هنعمل ايه. حطيت بقى كده يعني بصوا انا عملت كله بالبصامة على طول كده ورحت عاملاه. عايزه اقول لكم يا جماعه كده كده الشكل مش فارق معايا لانه بيتضرب السكر. لو انت بقى هتحشي ملبن او هتحشي عجوه طبعا بقى بنفكهم كده بمعلقه سمنه، وبعد كده نبدا نكور الكوره بتاعت الكحك كده، وبصبعك الابهام دوت بتعملي زي كوره كده وتحطي الحشو بتاعك وتقفلي عليه كويس. انا كنت عامله حشو بالملبن بس الصراحه مش عارفه الفيديو بتاعها راح فين، كان تقريبا هو الصاج دوت. هبدا بقى كده ان انا بصمه وهدخله الفرن، وشوفوا طبعا ايه النتيجه اللي طلعت معايا كانت كويسه وما فرش معايا قوي. فانا طبعا كنت واخده بالي من يعني من المسافات كويس وانا بدخله الفرن. شايفين العجينه طريه وحلوه ازاي؟ طبعا يا جماعه اللي هو الكبير دوت كان اللي فيه الملبن، وادي كده باقي الكميه اللي كانت معايا زي ما انتوا شايفين. عملت الصواني، وافضل حاجه تسوي فيها الكحك تسوي في الصواني الالومنيوم. والكحك يا جماعه بيحب النار الهاديه ما بيحبش النار العاليه،
علشان خاطر ما يتلسعش منك. شايفين طبعا ادي كده اهو محتفظ بالنقشه بتاعته ولونه وشكله وجماله، كان صراحه زي الفل. ده اللي انا طلعته كده، وادي باقي الكميه كنت مستنيه اللي هي تبرد، وكان فيه صاج كمان محطوط على الرخامه من فوق. الكحك اللي بيتحشي عجوه او ملبن او عجميه بيدخل على نار عاليه، وبعد كده بتفتحي عليه الشوايه اول ما ياخد لون من تحت. غير كده الكحك يا جماعه بيستوي على درجه حراره من 170 ل 180 علشان خاطر يعني تضمني كده سوا كويس. شايفين الكحكايه وشايفين الجمال. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب لو الفيديو عجبكم، وحبايبي اللي متابعيني يا ريت ما ننساش نحط اللايك. بصوا ناعم ودايب ازاي في ايدي. يلا بقى جربوا كده، وقومي اعملي حاجه العيد في بيتك ووفري على نفسك وجربي وبالهنا.